من آلاف السنين كانت حضارة مصر القديمة مليانة أسرار لحد النهاردة محدش فاهمها. إزاي قدروا يبنوا الأهرامات بالدقة دي من غير أجهزة ولا تكنولوجيا؟ الفراعنة كانوا بيحركوا صخور وزنها أطنان من غير أي رافعات. إزاي؟ الفراعنة وصلوا لمرحلة كبيرة جدا من التطور إحنا لسه ما وصلنا لهاش لغاية دلوقتي. في ناس بتقول إنهم استخدموا طاقة غريبة تحرك الحجارة من غير ما يلمسوها، وفي لحظة الهرم اكتمل وطلع منه ضوء غريب كأنه بيكلم السماء. الفراعنة ما كانوش بيخافوا من الموت، دول كانوا بيتحدوه. كان عندهم اعتقاد كبير وإيمان بوجود حياة تانية هيعيشوا فيها. كانوا بيعملوا تركيبات وزيوت خفية لغزها ما تحلش لغاية دلوقتي. الزيوت دي مش أي زيوت، دي كانت أسرار متورثة ما يعرفهاش غير الكهنة الكبار. كانوا مؤمنين إن الجسد لازم يرجع كامل عشان الروح تعرف طريقها في رحلة الأبدية. وهنا بتبدأ الرحلة اللي ما بتنتهيش. نفرتيتي جمالها ما كانش عادي، كان لغز أكبر من كل اللي اتقال عنها. بيقولوا الجمال فن، بس نفرتيتي كانت فن لوحدها. العلم حاول يفهم سرها، بس كل ما يقرب اللغز يزيد. فيه اللي بيقول إن سرها مش من الأرض أصلاً. الليل ده كان فيه نور، بس مش من السما اللي احنا عارفينها. على جدران المعابد كان فيه رسومات محدش قادر يفسرها لحد النهاردة. يمكن هم مش سايبينا، يمكن لسه فوق مستنيين اللحظة اللي نكون فيها مستعدين نفهم.